بيك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان. سؤال حلقة اليوم يقول: من هو ملكي صادق؟ هل كان شخصية تاريخية أم شخصية رمزية؟ وهل كان هو المسيح في ظهوراته قبل التجسد؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل. جه الكلام عن ملكي صادق في فصلين مشهورين في كلمة الله. الفصل الأول في سفر التكوين أصحاح 14، والفصل الثاني في رسالة العبرانيين أصحاح 7. وربما الأسئلة ديت التي قرأت منذ قليل أو طرحت بتدور حوالين الفكرة اللي جاية في رسالة العبرانيين أصحاح 7. البعض لما يقرأ عبرانيين 7 ويلاقي بعض الكلمات عن ملكي صادق يظن أنه كان شخصية رمزية أو كان ظهور من ظهورات المسيح قبل التجسد. هنقف عند هذه النصوص وبعدين نشوف من هو ملكي صادق تاريخيا. في عبرانيين 7 الأعداد من 1 إلى 9 يقول: لأن ملكي صادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي، الذي استقبل إبراهيم راجعا من كثرة الملوك وباركه، الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء، المترجم أولا ملك البر، ثم أيضا ملك سليم أي ملك السلام، بلا أب بلا أم بلا نسب، لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة. والعبارة دي بالتحديد هي اللي خلت البعض يقول من هو ملكي صادق: بلا أب بلا أم بلا نسب، لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله، هذا يبقى كاهنا إلى الأبد. وبرضه ده اللي خلى البعض قالوا مين هو ده؟ مين اللي يبقى كاهنا إلى الأبد؟ ثم انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس الآباء عشرا أيضا من رأس الغنائم. وأما الذين هم من بني لاوي الذين يأخذون الكهنوت فلهم وصية أن يعشروا الشعب بمقتضى الناموس، أي إخوتهم، مع أنهم قد خرجوا من صلب إبراهيم، ولكن الذي ليس له نسب منهم قد عشر إبراهيم وبارك الذي له المواعيد، وبدون كل مشاجرة الأصغر يبارك من الأكبر. هنركز شوية على النص ده، هنفكه شوية. الحقيقة الرسول بولس بيحاول على قد ما يقدر بالروح القدس يبرهن على أفضلية كهنوت المسيح في رتبته، فالمسيح هو رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق. وطبعا كان في كهنوت سابق ليه اسمه الكهنوت الهاروني أو الكهنوت اللاوي. فبولس في طرحه في رسالة العبرانيين بيقدم لنا أفضلية كهنوت المسيح الملكي صادقي على كهنوت هارون، وبيدينا شوية أسباب. وهو بيدينا شوية أسباب قال لنا من هو ملكي صادق. لو عايز تعرف من هو ملكي صادق لازم ترجع إلى سفر التكوين أصحاح 14، وهناك في الأعداد من 18 ل 24 هتكتشف أن ملكي صادق كان ملك منطقة اسمها سليم، وكان كاهنا لله العلي. استقبل إبراهيم وهو راجع من كثرة الملوك وباركه وأخذ منه العشر. فبولس في طرحه بيقول أن ملكي صادق هذا اللي هو ملك سليم، المترجم أولا ملك البر ثم ملك السلام، واضح أن هو بيجمع في نفسه الملكوت والكهنوت. ومعروف في بني إسرائيل أن الكهنوت جاي من سبط لاوي والملكوت أو الملك جاي من سبط يهوذا، واستحالة واحد يجمع في نفسه أن يكون كاهنا وملكا. مرة عزية وهو ملك أراد أن يبخر، أراد أن يدخل بيت الرب ويمارس الكهنوت، الرب اقتحمه وضربه. فما ينفعش واحد يمارس الوظيفتين مع بعض. لكن ملكي صادق كان ملك وكاهن، وده قبل الناموس. بولس بيقول ان ملكي صادق ده كان رمزا للمسيح. هو السؤال، هو ملكي صادق ده كان شخص تاريخي؟ لما يقولك ملكي صادق ملك سليم، وسليم هي مدينة أورشليم اللي كان اسمها يبوس، يبقى لازم تعرف انه بيتكلم عن شخصية تاريخية عاشت في منطقة جغرافية. ويقول عنه كان كاهنا لله العلي، يعني كان يجمع في نفسه أنه ملك وكاهن. بس ليه بيقول عنه انه بلا اب بلا ام، لا بداية ايام له ولا نهاية حياة؟ مش معناه ان ملكي صادق جنة من غير اب، ولا جه للارض من غير ام، ولا لا نسب له، ده مش معناه كده ابدا. لكن الروح القدس لم يذكر لنا اسم ابيه ولم يذكر لنا اسم امه، تجاهلهم تماما علشان في الجزئية دي يكون مشبه بابن الله، ولم يذكر لنا نسبه ايه عشان في الجزئية دي يكون مشبه بابن الله. فهو له اب طبعا له ام طبعا، لكن اغفل الروح القدس ذكرهم علشان ياخد الجزئيه ديت ويعملها مثال للمسيح، شبه للمسيح، يكون رمز للمسيح. فملكي صادق بلا اب بلا ام، اي لم يذكر اسم ابيه ولم يذكر اسم ام عشان يكون جزئيه مشبهه بابن الله. ويكمل وبيقول لا بداءة ايام له
ولا نهاية حياة. يعني الكتاب لم يذكر لنا اتولد امتى ومات امتى، لكن هو شخصية تاريخية اتولد في تاريخ محدد ومات في تاريخ محدد، لكن لم يذكر الكتاب بداية مولده امتى ونهاية حياته امتى عشان يكون مشبه بالمسيح اللي هو لا بداءة ايام له ولا نهاية حياة. حد يقول لي يعني ايه بقى مشبه بالمسيح؟ لان بولس قال لنا هنا كاتب رسالة العبرانيين انه مشبه بابن الله. يعني ايه مشبه بالمسيح؟ يعني في اوجه شبه بين ملكي صادق والمسيح. ولو حبينا نعمل قائمة من اوجه الشبه بين ملكي صادق والمسيح، هنقول ان ملكي صادق كان انسانا تاريخيا عاش على الارض، والمسيح كان انسانا، الانسان الثاني اتولد في ملء الزمان. كان ملكي صادق بلا أب بلا أم، أي لم يذكر اسم أبيه واسم أمه عشان يبقى شبه للمسيح، اللي لما تيجي تسأل تقول مين أبو المسيح؟ المسيح لم يأتي من زرع بشر، المسيح ليس له أب بشري. حتى لما اتقال عن يوسف في سلسلة نسب المسيح في متى 1 ما قالش يوسف أبو المسيح، لكن يوسف رجل مريم. فزي ما ملكي صادق بلا أب بلا أم، المسيح لم يأتي من زرع بشر بلا أب، هو مولود من العذراء. كمان ملكي صادق كان ملك وكاهن، المسيح ملك وكاهن. نعم هو ملك وهو كاهن، وعندما سيظهر بالمجد والقوة بعد اختطاف الكنيسة ب7 سنين، زكريا يقول لنا في زكريا 6:13 يجلس كاهنا على كرسيه، سيجلس ملكا وكاهنا. عشان كده افتكروا ان المسيح اخذ قسم انت كاهن الى الابد على رتبة ملكي صادق. هو كمان ملكي صادق اي ملك البر، والمسيح هو البار وملك البر. أيضا ملك سليم أي ملك السلام، والمسيح مكتوب عنه رئيس السلام، ده واحد من أسماء الخماسية اللي في سفر إشعياء أصح 9. كمان هو بارك إبراهيم، وبدون كل مشاجرة فإن الأصغر يبارك من الأكبر، والمسيح هو الأعظم أعظم من إبراهيم. كمان أخذ العشر من إبراهيم، والذي يأخذ العشر هو الذي له السيادة وله السلطة، والمسيح يستحق عطاءنا لأنه السيد وهو الرب. فهناك مشابهات بين ملكي صادق والمسيح. ملكي صادق كان شخصية تاريخية، ملكي صادق كان ملكا وكاهنا، كان مشبه بابن الله، شخص المسيح الكاهن على رتبة ملكي صادق. والتقي بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة قادمة، والرب